اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المطار. واسره برنامج المطار بتبقى سعيده جدا انها بتلتقي بكم كل خميس من كل اسبوع علشان نعرف مع بعض اخر اخبار مطارات والسفر، وده من خلال فقره الاخبار المحليه والعالميه ثم فقره لقاء مع مسؤول. النهارده من خلال الفقره دي هنلتقي مع الاستاذ احمد شاهين رئيس الشركه الوطنيه للخدمات الارضيه. هيكلمنا عن دور الشركه، هيكلمنا كمان عن تصنيع معدات خاصه بالشركه داخل المصانع الخاصه بالشركه، سواء للشركه الوطنيه او ايضا لشركات اخرى. ده طبعا بيرشد النفقات وكمان بيدر دخل للشركه. اخر فقره معانا هي الفقره الخفيفه وهي اللقاء مع السياح، نتعرف من خلالها على اهم الاماكن السياحيه اللي بيحبوا يزوروها عندنا في بلدنا وكمان نفسهم ايه يشوفوه عندنا في بلدنا الحبيبه. افكركم بايميل البرنامج اللي ظهر على الشاشه، المطار 770@gmail.com. يلا بينا نبتدي حلقتنا، خليكم معانا وتابعونا وحلقه جديده من برنامج المطار. ودلوقتي جمعنا مع فقرة الأخبار. أكبر طائرة في العالم تستعد للإقلاع بعد تعرضها لحادث العام الماضي. أفادت إحدى الشركات البريطانية أنها ستطلق الطائرة الأكبر في العالم مرة أخرى، وذلك بعد تعرضها لحادث في صيف العام الماضي. وأفادت الشركة بأنها أجرت العديد من التحسينات والتغييرات للحيلولة دون تكرار الحادث، مؤكدة على أن الطائرة جاهزة للانطلاق مجددا. وزودت الشركة الطائرة بطاقم هبوط مساعد تتيح للطائرة الهبوط بأمان، كما تم موازنة الضغط مع الجزء الرئيسي في المقدمة، وذلك بعد تحليل أسباب وبيانات الحادث. ويصل طول الطائرة الأكبر في العالم إلى حوالي 91 مترا. الخطوط الجوية الهندية تسير أول رحلة طيران حول العالم بطاقم نسائي. بعد قيام الشركة الوطنية المصرية للطيران بعمل رحلة بطاقم نسائي بالكامل، أعلنت الخطوط الجوية الهندية أنها سجلت رقما قياسيا جديدا مع تنظيمها أول رحلة حول العالم بطاقم نسائي بالكامل ذهابا وإيابا، وذلك للمرة الأولى في رحلة حول العالم باتجاهين. كما شارك في تنظيم هذه الرحلة سواء عند تسجيل الدخول أو استضافة الركاب أو قيادة الطائرة الطاقم النسائي، حتى أن مهمة مراقبة حركة الطيران من برج نيو دلهي عند عودة الطائرة في الثالث كلفت للنساء. إياتا ارتفاع حوادث الطيران المميتة في عام 2016. أعلن بيان صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن عدد حوادث الطيران واصل الانخفاض عام 2016، لكن عدد الحوادث المميتة كان الأكبر من العام السابق. وقال البيان في أحدث تقرير سنوي عن سلامة الطيران إن العام الماضي شهد حوالي 65 حادثا مقارنة مع 68 حادثا في عام 2015، وبلغ عدد الحوادث المميتة في العام الماضي 10 حوادث مقابل 4 في عام 2015. وقال الكسندر دوجنياك المدير العام والرئيس التنفيذي لإياتا في بيان له: رجعنا خطوة للوراء في بعض المعايير الرئيسية مقارنة مع الأداء الاستثنائي في عام 2015، ومع ذلك لا يزال الطيران الوسيلة الأكثر أمانا للسفر للمسافات الطويلة. الشركة الوطنية للخدمات الأرضية هي أول شركة تقدم خدماتها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والحقيقة أن بدأ نشاطها منذ 1932، يعني على مدار أكثر من 70 عام بتقدم خدمات متميزة لجميع المطارات المصرية، بدءا من مطار القاهرة والإسكندرية وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة وأبو سمبل وطابع والعريش ومرسى مطروح وغيرها. الحقيقة نتعرف أكثر النهاردة عن الدور اللي بتقوم به هذه الشركة الوطنية للخدمات الأرضية من خلال لقائنا مع الأستاذ أحمد شاهين رئيس الشركة الوطنية للخدمات الأرضية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. تم تعاقدات بين الشركه الوطنيه للخدمات الارضيه مع 4 شركات اجنبيه لتنظيم رحلات للمطارات المصريه. عايز اعرف الشركات دي تنتمي لاي بلاد او تتبع اي بلاد؟ من ضمن محاور التعافي ان انا اعظم الايراد من خلال طبعا الماركتينج او الدعايه والتسويق لشركات اجنبيه ان هي تيجي المقاصد السياحيه بتاعتنا، وبستغل تحسن الظروف السياسيه الحقيقه اللي الدوله عاملاها، وده شيء طبعا جميل. فالالمان تعاقدوا معايا، الاوكران تعاقدوا معايا،
برتغال اتعاقدت معايا، وفي شركه فرنسيه برضو تعاقدوا معانا، وابتدوا اول مره طابه كان بقى لها وقت كبير جدا مش اشتغلتش. في يوم 14 مارس بدات رحلتين ينزلوا فيها. الالمان ابتدى يزود الحقيقه، وانا متوقع السنه دي في هجمه شرسه باذن الله باذن الله من ناحيه السياحه لمصر، وخاصه الظروف اللي حصلت في تركيا والمنطقه اللي حوالينا. يعني احنا سمعنا كده ان في الفترة السابقة ان الشركة الوطنية للخدمات الارضية حققت ارباح في نسبة الاربع شهور الماضية. هقول ايه، واحد كان خسران فالنهارده بقيت كيت وبكسب، فالحمد لله. يعني ان لو نجاح في حد ذاته ان انا اقول ايه، ان انا كسبت جنيه واحد، لكن لما اعمل مثلا في حدود 8 مليون يبقى انا كسبت في 4 شهور. انا متفائل جدا، وان شاء الله احنا كمان في وسط النسبه البسيطه دي احنا بنجدد معداتنا بالكامل وعلى احدث معدات على مستوى العالم. احنا عملنا هياكل، الشركات الاجنبيه بتشكر جامد جدا في تم تطوير الخدمه بالنسبه لها. احنا طالعين لفوق قوي ان شاء الله، وان شاء الله ربنا هيكرمنا بعوده السياحه. تم التعاقدات ما بين الشركة الوطنية للخدمات الأرضية مع 118 شركة عربية وأجنبية، لكن الشركات اللي تم تفعيلها بالفعل كانت 53 شركة. اما الباقي ده لما حصلت الثورة وحصل امبارجو على السياحة في مصر، دي كلها شركات سياحية وشركات شارتر كبيرة كانت بتشغل سياحة لمصر، وخاصة لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان 45% من التشغيل بتاعي في شرم الشيخ والغردقه وقف تماما لما الشركات دي حصل امبارجو ما بقتش تيجي. 45%، وبالتالي دي معظمها شركات شارتر شغال، وتور اوبريتور بيشغل وفود سياحيه كانت شرم والغردقه والاقصر واسوان. متعاقد انا معاهم لكن متوقف التشغيل. حضرتك قول لي على الجديد الخاص بالشركة الوطنية للخدمات الأرضية، ايه الجديد في المرحلة المقبلة ان شاء الله؟ الجديد ان انا بتطور في الخدمه بتاعتي، خاصه ان احنا بقى السوق مش مقتصر على الشركه الوطنيه، في منافسين، وبالتالي احنا اتفقنا ان احنا المنافسه بيننا تبقى في مستوى الخدمه، فلازم ارفع في مستوى الخدمه جامد جدا. هناك العديد من الشهادات اللي بتمنحها منظمات طيران عالمية للشركة الوطنية، زي ايه يا فندم؟ وده بيتم تفعيلها كل كام سنة؟ عايز اقول لحضرتك ان الشركه الوطنيه عندها شهاده الايزاجو والايوزا، ودي شركات عالميه ستاندر. دي شهادات بتقوم عليها الإياتا على مستوى العالم، بتيجي تعمل اوديت على الشركات، وان هو بيقدم على مستوى خدمه عالي طبقا للستاندر الامني والفعال في المطارات، وان احنا بنقوم طبقا لمعايير مستوى جوده عالي. لازم انا اخش اقول انا عايز الشهاده دي، فبيجوا يعملوا اوديت عليا ويشوفوا طريقه الشغل بتاعي والبروسيجرز اللي هو اجراءات التشغيل بتاعتي طبقا للمعايير الدوليه وكده، وبيمنحني الشهاده دي، واحنا بناخدها كل سنتين. السنه دي قال لي خلي بالك من 2018 المعدات بتاعتي لازم يبقى فيها نوع من السنسور بنسميه سمارت سيستم، اللي هي المعده لما تيجي تقرب من الطياره يا تقف يا تدي انذار للسائق ان انت خلاص ابروتش الطياره، فما يحصلش دامج او خبط او حادثه. فدي انا بعيد طبعا بس دي فيها سيفتي جامد، وبيقلل لك الحوادث وكده، وده وانا يهمني في المهبط السيفتي طبعا للمعده وللعامل الموظف بتاعي. الشركة الوطنية للخدمات الأرضية ماذا ينقصها عن الشركات العالمية؟ أنا الحقيقة كان ناقصنا سيستم اسمه انفورم، ده بيدير الموارد البشرية والمعدات، وسيستم اسمه اوركل ده الفاينانس اللي هو المالي، القطاع المالي، بيديره بطريقة أكاديمية وعلمية صح جامد جدا، وبيقلل بنسبة يمكن 0% للأخطاء البشرية. احنا كنا ماشيين في الاجراء ده ان احنا نشتري، ده سيستم بتشتريه وبتطبقيه في الشركات، فاحنا كنا مشترينه وماشيين فيه من 2010 وما اتطبقش نظرا لوجود الثوره والدنيا كلها وقفت. انا بفعل الكلام ده، وخلال 2017 هيبقى عندي انفورم وعندي اوراكل. الجديد اللي انت سيادتك سالتيني فيه ايه اللي بحلم بيه، ان انا كفايه كده انا عايز اخرج بره مصر، فان شاء الله اخدم في شركات في بلاد جوه
افريقيا، اللي هي انا اعتبر البوابه بتاعتها، واللي هي اسم عريق من اول شركه في افريقيا والميدل ايست. بنسمع والله اعلم ان الشركه الوطنيه عندها عماله زياده، هل ده حقيقي؟ بالعكس، انا عندي العماله اللي داخل الخدمات الارضيه، يعني على سبيل المثال الورش الفنيه دي، انا عندي نقص شديد جدا في الفنيين، الميكانيكا والكهرباء والسروجي والحاجات دي اللي بتخدم معدات الشركه كلها. بالعكس، ده انا عندي نقص فيها. عندي العماله اللي هو منظم التحميل اللي هو بيشيل الشنط، عندي شورت فيه، لدرجه ان انا تعاقدت مع شركه اوت سورس، شركه اسمها هي مورده لي حوالي 60 عامل من خلالها. انما على مستوى الشركه ككل تمام. هتبص تلاقي عندي زياده في الاداريين دي. انا اعترف عندي زياده في الاداريين. انا نسيت اقول لك ان انا عندي دعايه على المعدات، ده بيجيب ايراد. يعني السلم وانت طالعه تبص تلاقي اسم بنك، جميل. اسم شركه براند نيمز كبيره بتعمل دعايه، ده بيعمل دخل. وناس بتركب رايحه جايه بتركب فهيشوف البراند نيمز دوت. المصنع المعدني اللي انا قلت لك عليه، انا النهارده في شركات عالميه خاصه بالكونتينر هتعمل مطار القاهره هاب يصلح المعدات دي عندي هنا، وده هيعمل دخل. فدي عقود خارجيه، تفكير خارج الصندوق يزود لي الايراد عشان يعوض نقص التشغيل اللي حصل. لكن ان شاء الله ادينا بنعمل وزودنا الايراد وفي تشغيل جاي، فان شاء الله هتسمعوا خير عن الشركه الوطنيه. دايما مزيد من التقدم في المرحله المقبله ان شاء الله. في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ احمد شاهين رئيس الشركه الوطنيه للخدمات الارضيه. شكرا لحضرتك. Hello and welcome to Egypt. What's your name? Michael, Where do you come from? Australia. Have you ever been to Egypt before or this is the first time? This is my first time to Egypt. Did somebody recommend you to visit Egypt? No, I have some family connections here, so hopefully they're waiting for us outside. What did they say for you about Egypt so you take the decision until I will come to Egypt? What did they say for you? Well, they've been wanting us to come for a long time, for many years, and we kept putting it off and off, but then finally we said, no, we're coming now, and we want to see all the great things in Cairo and Egypt, so we just can't wait to see everything. What are the places that you are going to visit here in Egypt during your visiting? Well, we certainly will go to the pyramids and to the museum and the markets, so all the good sites. All in Cairo, right? Yes. We don't have too much time, so only in Cairo this time. How long are you going to stay in Egypt? Just for 5 days. Only 5 days only. 5 days. We wish it was more, but we'll come back another time and stay longer. So you are going to visit pyramids and? Yes, that's right, and to the museum as well, and of course the markets. But because we have some family here, we're really going to. I advise you to make night cruising. Yeah. Oh yes. Yeah. Well, we'll take that advice. We like that. Yeah. How you consider you as an Australian? How you consider Egypt? Well, Egypt. It's known, of course, for its history and its great civilization. And in Australia, because it's a young country, we don't have any of the history like you've got thousands of years here. I mean, Australia only has European history for a few hundred years, so looking forward to seeing those things that are really ancient. What's your background about Egyptian culture? What? Your background about Egyptian culture? Well, I don't really know a lot about Egyptian culture, only what I see on the TV and read in books and so on, so it'll be great to see everything in real life. Do you think that we have enough security system in the airport? And now you are beginning your vacation, right? Yeah? Now you are going to make your vacation, right? That's right. Do you think that we have enough security system in the airport, enough ground service in the airport? Everything is okay? Well, everything was okay. We didn't have any trouble, so yeah, plane landed okay. We got off okay. We collected our bags okay. That's good. Do you think that Egypt is witnessing a state of stability this day? Well, I think it's a lot more stability now than it was a few years ago. So hopefully that will continue. What about the activities? What are the activities that you are going to do in Egypt?
well, we'll just do some sightseeing, and of course we'll enjoy the lovely weather because it's winter in Australia at the moment, so it's very cold there. So here it's nice and warm. Finally, what message, if you have an additional message for the viewers and for the tourism authorities, what message would you like to say? For tourists, Yeah. just that they should come to Egypt and enjoy everything that Egypt has got to offer. Yeah. I want one word about Egypt by fitting to the camera. One word, how you consider Egypt. Fascinating. Thank you very much. Nice to meet you. وبسرعة خلص وقتنا معاكم النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها، وكانت حلقة خاصة من داخل الشركة الوطنية للخدمات الأرضية. أفكركم بإيميل البرنامج اللي ظهر على الشاشة، المطار 770@gmail.com. مستنيين كل اقتراحاتكم على إيميل البرنامج. استنونا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد، وآخر أخبار المطارات والسفر وبرنامج المطار.